وسعوا الشيخ شيخنا بعد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. بعد شوي الشيخ عبد الله. رجاء انت بعده، تفضل تفضل. رجاء انت بعده شوية. سماحة آية الله العظمى، ما هو رأي سماحتكم زيارة قامات أهل البيت عليهم السلام وأنتم في صلح مقام السيدة رقية بنت الحسين عليهما السلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من أحسن الأعمال تعلم الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية. أنتم تعلمون أن الموضوعات كائنة التقاليد لها حدود في السلطان، البينة في كلها وجلها، ولكن عدة مواضع أنه يثبت بالشهرة. مجرد الشهرة كاف في ثبوتها، لا يحتاج إلى بينة ولا يحتاج إلى أي شيء غير الشهرة. كما إذا اشترى عرض شخص من شخص قيل بعد ذلك أنما اشتريت هذا العرض وقف، سأل الإمام عليه السلام عن هذا الحكم، قال إذا اشتهر بين الناس أن هذا العرض وقف لا يجوز شراؤه رد على صاحبه. هذا ومن هذا القبيل الحدود الذي والمعين في البناء والمشعر وهكذا المقابر معلوم مقبرة فلان ما أيمن ما بقي شخص قال أنا رأيت أن هذا الشخص أن هذا السيد قبل 200 سنة دفنه له. الناس يفنون ولكن الباقي مجرد الشهرة. فلذا مقام رقية بنت الحسين سلام الله عليه وعلى أخيه وعلى أبيه وعلى جده وعلى أمه وعلى أولاده مشهور من الأول كأن الحسين أبقى في الشام أسرا لألا يقال باطل أن الأسرى ماكو قضية الأسرى شذ أن هذا البيت شاهد قوي أن الأسرى يشمل بنت الصغار. إذا هذا الأساس نحن نلتزم أن الشهرة قائمة على أن الرقية بنت الحسين مدفون في هذا وشهد في هذا المكان. أتينا لزيارته لا بد من احترامه. إن أطفال الأئمة مثلا من باب المثال علي أصغر طفل صغير رضيع له مقام دفن
قدام مولانا سيد الشهداء في كربلاء يقولون أن الدفن في هذا له علامة أنه يوم الحشر كان يكون بيده كل ساعة هذا الشيء شوية الشام مدفون وذا شاهد غني على رسالة الأئمة والظلم الوارد منه الظلم الذي بكى منها تمام الأنبياء تمام حتى يقولون أن تعزية الحسين قرأ الله تبارك وتعالى على آدم من آدم إلى خاتم ولذا يجب احترام المكان لا تسمعوا لأقاويل الفاسدة أن هذا بنت صغير بنت الصغير شنو علي أصغر كان صغيرا يوم القيامة علي الأصغر يكون بل شاهدا يكون موجبا لغفران المعاصي من الشيعة إن شاء الله يلتزمون به ويجب على كل احترام المكان وعدم استماع للأقاويل الفاسدة هذا من الشياطين إغواء الشياطين نحن نتقرب إلى الله تعالى بزيارة بنت الحسين المظلومة أبيها أمها وبالها وبنيها كلهم مظلومون إن شاء الله. ما هي نصيحة ابعد خلاص ابعد يا ابعد يا ابعد هذا شيخ احمد مو شيخ حيدر عباس شيخ حيدر خليه يقرا فورا الان يجلس الشيخ خلاص تعال يا تعال خلي الشيخ لا تصور تعال لا تصور عمي الله يخليك الشيخ ما يرضى بالصلوات الشيخ ما يرضى يتأدب لا تصور لا تصور لا لا ممنوع خلاص شيخنا الهواء نفسي يأثر على الشيخ الله يخليكم الهواء لا هو اللي يأثر على الشيخ الهواء نفسي يأثر على الشيخ الله يخليكم نفس الأشعة تأثر على الشيخ رجاء خلاص يا جماعة الشيخ يأثر نفس الأشعة تأثر على الشيخ فهموا يا جماعة رجاء ترجع الشيخ أين بس يأثر على الشيخ رجع الله رجع شيخ جعفر بعد سيدنا خلاص بعد الرجاء الشيخ يريد نفس الله يخليكم صلوا على محمد وآل محمد عمي خلص ما يصير رجاء الشيخ ما يقدر الله يخليكم الشيخ ما يقدر ما يخليك ادري ما عليه ما بدي ارجع لك ارجع
اقعد اللي ورا يقعدوا. اقعد عمي، اقعد حق اللي ورا يشوف. اقعد عمي، اقعد. شيخ منصور عباس حجي وخر حجي شيخ حجي شيخ حيدر شيخ حيدر شيخ حيدر وين شيخ حيدر؟ يلا عمي. شلون؟ ما تقدر. نشاف كيف مرات تشيلهم شيخ؟ خلاص ما يرضى الشيخ يتأذى. خلاص رجاء يلا خلاص سديت كلكم قوموا هناك الى ورا تقوموا مجال الشيخ العرق يتصبب من الله يخليكم. السماعه خلي يشغلوها السماعه. هناك بعد شويه وقف التصوير خلاص اللي واقف يقعد جزاكم الله خير الجزاء على حساب رقيه قاعده. وافضل التحيه والسلام على نبينا الرحمه بالقاسم المصطفى. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين والأبرار الغيابين المظلومين المضطهدين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى بضعتك المظلومة فاطمة الزهراء وعلى ولدك أبي عبد الله الحسين. السلام على سيدتي ومولاتي رقية. دعا الله من طلبكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا فاطمة لا قلت بخليفة تبسم الزهراء عند ابنتها رقية. يا فاطمة لا طردت بخيفة ويد الهدى سدلت عليك حجاب
الخصيب في الهداية الكبرى، ولا كيوم محنتنا بكربلاء. وإن كان يوم السقيف وأحراق البيت على أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وقتل المحسن بالرفسة لأعظم وأمر وأدعى، لأنه أصل يوم العذاب. من جملة المصائب التي وقعت على أهل البيت وفتحت على أهل بيت العصمة من ذاك الباب البري الذي يحرمنا على أهل بيت العصمة هي مصيبة مولاتنا رقية. هي حرقت قلب أم كلثوم. تسألها زينب: أخي لماذا تبكين بكاء شديد العالم بهذه الحالة؟ قالت لها: أخي زينب حرقت قلبي رقية. قالت لها: ليش؟ قالت لها: لما أتوا بنا إلى الشام وكان الأولاد يعودون إلى بيوتهم من المكاتب. قالت لها عم أم كلثوم: هؤلاء الأولاد يعودون إلى بيوتهم وأين بيتنا؟ وحاطت قلب زينب لما انحنت على رأس أبي عبد الله وهي تقبله. الذي أيقظني على صدر سري من الذي حز ولي. اسمحي لي أن أحكي بهاي المصيبة الصغيرة. يقولون لم يكتفي بهذا الموقف يزيد، بل حمل رأس أبي عبد الله وصار يجول به على بنات رسول الله. وصل يا زينب: زينب رأس من هذا؟ أم كلثوم رأس من هذا؟ إلى أن وصل إلى الرباب. حرق قلبها. قال: الرباب رأس من هذا؟ فالتفتت إليه ودموعها: أين الأمطار من دموعها؟ صاحت: علي عزيز أنا أراه كما ترى. علي عزيز أن يراك ترى عيني. أتمنى بيت الدعاء وأسألك الدعاء. أتمنى يا ابن سفيان سبع القطة موجود ويشوفك تحايكي وتضرب راسك ويموت. أنست وصيتكم. يا منار الشريعة الغراء ومدارا للحوزة الشماء وملاذا إذا لهمت خطوط كنت فينا كالمشعل الوضاء وسفينا ما هزه الموج يوما راسخا كالجبال في الأيجاء وسلاحا يحيي العقيدة لما حاد عنها براكم الأشقياء ودفاعا عن فاطم الظهر لما أنكروا كسرهم والزهراء. يا منار الشريعة الغراء ومدارا للحوزة الشماء وملاذا إذا لهمت خطوط
بين البرايا صانك الله من عظيم البلاء قد سررنا لما رجعت إلينا في جوار العقيلة الحوراء هي الركبة التي مددت فوق رأس الحسين في الغراء في جوار ابنة الحسين حللتم بقلوب تفتتت بالبكاء بدموع تفتت الصخر لما قد علمتم ما كابدت بالعناء ابنة الطهر حين ماتت أشارت معلما في جوار معلم الحق في جوار الشقاء هدمت معقل الضلال وهدت آل سفيان دولة السفهاء خلدت بالقرون تعطي دروسا للبرايا في ذروة العيان. الرجاء الرجال يسمع الشيخ حتى يخرج بدون أي زحمة جزاكم الله خير. اللهم ارحمنا ووفقنا لطاعتك ولدينك، احفظ مراجعنا الماضين من مراجعنا وقدس اسرارهم، واحفظ الباقين العاملين لا سيما مولانا المرجع سماحه ولي الرئيس التدريبي. جزاكم الله خير. افتحوا الطريق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أيها الأحبة. السلام عليكم يا موالي آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب أهل بيتي مات شهيدا، من مات على حب أهل بيتي مات تائبا، من مات على حب أهل بيتي مات مغفورا له، من مات على حب أهل بيتي زلف إلى الجنة. خلاص شوي هنا. لا افتح الباب. خلص يلا اخر ما يصير تدري التقبيل ما يصير عدو صادق وينه؟ صادق عند حسين هذا Yeah.